تعودنا دايما من مباريات الاهلي وبيراميدز بتبقى مباريات مثيره، والحقيقه المباراه دي مشيت على هذا المنوال وما اخلفتش الوعد. شفنا مباراه مثيره جدا النهارده بين الاهلي وبيراميدز، مباراه تقمص فيها الدوري المصري دور البريمير ليج، وخاصه في الشوط الثاني اللي شفنا فيه 3 اهداف في 4 دقائق فقط. مباراه النهارده كان بيراميدز افضل في شوطها الاول، والاهلي كان افضل بكتير في الشوط الثاني. الحقيقه بيراميدز كان ليه افضليه في الشوط الاول، مش بس عشان عنده سكواد قوي، والحقيقه بيراميدز يمكن افضل فرقه في مصر، عندها سكواد وعندها بدائل في كل المراكز، ولكن كولر كان له دور في الافضليه دي، لان التشكيل اللي بدا بيه كولر في بدايه اللقاء ادى الافضليه لبيراميدز، وتحس انه كتف فرقه الاهلي كده، وكانت اللعيبه متلخبطه في الملعب، والتشكيل كان فيه اكتر من مشكله. اول مشكله ان انت بتلعب من غير مهاجم، يعني تخيل فرقه بتلعب من غير مهاجم، مفيش عمق هجومي، مفيش مهاجم اللعيبه تسند معاه وتبني معاه الهجمه، فده عمل مشكله كبيره لهجوم النادي الاهلي. المشكله الثانيه ان كان في اكتر من لاعب بيلعب في غير مركزه، يعني هنلاقي الوافد الجديد مصطفى العش اللي هو اساسا مساك بيلعب النهارده باك شمال، هنلاقي الباك شمال بقى اللي المفروض ده مكانه اللي هو كريم الدبيس بيلعب جناح يمين، هنلاقي امام عاشور اللي المفروض وسط ملعب، ولما بتوظفوا الماتشات اللي فاتت بتوظفه كجناح، وقلنا ده مركز جديد عليه، بيلعب النهارده واخد دور المهاجم. فطبيعي ان اللعيبه تبقى متلخبطه وادوارها مختلفه ومتلخبطه جوه الملعب. كمان المشكله الثالثه اللي كانت في تشكيل الاهلي النهارده انه ثلاثي خط الوسط هم اكرم توفيق ومروان عطيه وكريم ندفد، الثلاثه ادوارهم متشابهه، يعني الثلاثه ادوارهم دفاعيه اكتر، مفيش منهم لاعب كرييتيف او لاعب خلاق او مبتكر يقدر ان هو ببساطه يوصل الفرقه ويساعد في الجانب الهجومي زي ما بيعمل قفشه او بيعمل امام عاشور. فبالتالي انت عندك لعيبه خط الوسط كلها لعيبه نفس الشكل ونفس الطابع الدفاعي، وكمان بتلعب من غير مهاجم، وكمان في لعيبه كتير بتلعب في غير مراكزها. طب عايز تتفوق ازاي يا عم كولر وعايز تكسب ازاي؟ والكلام ده مش بتعمله قدام اي فرقه، الكلام ده بتعمله بفرقه كبيره بحجم بيراميدز. مش بس دي، كمان كانت مشكله الاهلي النهارده، ولكن الاخطاء الدفاعيه الساذجه كانت سبب برضو من اسباب تفوق بيراميدز في الشوط الاول، لان شفنا في الهدف الاول رامي ربيعه ازاي بتصرف في الكره داخل الست ارض بيحطها في نفسه، يعني اعتقد ده لو مهاجم مش هيحطها بالطريقه دي عم ربيعه. كمان انا شايف ان الشناوي يتحمل جزء من الهدف ده، مش ربيعه لوحده، لان ربيعه على الاقل مش شايف مين اللي وراه، فبيتصرف بناء ان هو خايف يكون مهاجم بيراميدز وراه، فبالتالي لازم يشيلها. انت بقى يا عم الشناوي واقف وكاشف الملعب كله، نادي على ربيعه قول له سيبها ربيعه واطلع انت امسكها وخلص الدنيا كلها. انما عدم التفاهم اللي ما بين الشناوي وربيعه وسذاجه ربيعه في ان هو يطلع الكوره سببت في الهدف الاول على النادي الاهلي، الهدف اللي اربك لعيبه النادي الاهلي اكتر ما هم مرتبكين. كمان الهدف الثاني لبيراميدز اللي كان ضربه جزاء ساذجه عملها محمد هاني، يعني محمد هاني ابراهيم عادل واخد الكوره ورايح الناحيه الثانيه، رايح ناحيه جونهم هو وظهره الجون الاهلي. طب انت بتعمل معاه ضربه جزاء ليه؟ بتعرقله ليه؟ ما تسيبه يا سيدي يروح، ايه المشكله؟ هيشكل عليك خطوره ازاي وهو ظهره للمرماك اصلا؟ فسذاجه من لاعب محمد هاني، ومش بس محمد هاني، يعني مدافعين كتير جدا في الدوري المصري بتعمل الغلطه دي. يا سيدي هو ظهر للجون بتاعك، سيبه يا سيدي روح مطرح ما هو عايز، مش هيشكل عليك اي خطوره. انما انت هديته ضربه جزاء ضاعف فيها النتيجه وصعب النتيجه اكتر على النادي الاهلي. الحاجه بقى اللي رجعت الاهلي للقاء وعدلت شكل الاهلي هي التغييرات اللي عملها مارسيل كولر بين الشوطين، والحمد لله ان هو في هذا اللقاء ما اتبعش بقى طريقته اللي بيعملها كل مره وغير لي في الدقيقه 70 و75، ربنا هداه وغير بين الشوطين، عمل تغييرات عدلت شكل الفريق ورجع كل لعيب لمكانه. يعني شفنا كريم الدبيس رجع مكانه في الظهير الايسر، شفنا امام عاشور رجع مكانه في وسط الملعب، وشفنا تاثيره في وسط الملعب قد ايه بقى بيبني لك اللعب واللعيبه بتسند عليه وان تو هات وبيزيد في الجانب الهجومي. والثلاثي الهجومي بقى اتعدل، بقى عندك مهاجم صريح اللي هو جراديشار، وعندك جناح يمين حسين الشحات، وجناح شمال اللي هو عمر كمال. وشفنا خطوره الاهلي منذ التغييرات دي، وان ازاي لعيبه الاهلي كانت خطره جدا، وكانوا بيزيدوا بالخمس وست لاعبين في منطقه الجزاء، وقدرت ان انت تسجل الهدف الاول عن طريق رامي ربيعه بضربه راسيه وكانه بيصلح غلطته في الهدف الاول اللي جابه في مرماه. وشفنا بقى الهدف الثاني برضو من ضربه راسيه لعمر كمال عبد الواحد واستاذ احمد الشناوي،
ترجع ليه جراديشار اللي بيحطها سهله في المرمى. والحقيقه الحاجه اللي مستغرب لها ان انت جربت سلاح زي سلاح العرضيات مره والتانيه وجاب معاك نتيجه وجبت بيه هدف، والتاني مستغرب ان لعيبه الاهلي ما كملتش على السلاح ده. بتبدا بقى تجرب اسلحه تانيه وبتبدا ان انت تسدد من بعيد وتعمل سرعات. طب المثل بيقول لك اللي بتكسب بيه العب بيه. جربت العرضيات ودفاع بيراميدز مرتبك وقدرت تسجل بيه هدف، والتاني كمل يا سيدي عن منوال ده وهات هدف ثالث وهدف رابع وخلص اللقاء. كمان كان في مشكله عند كولر، كان لازم التغييرات دي ناقصها تغيير. يعني كان لازم قفشه ينزل برضو في بدايه الشوط الثاني. شفنا قفشه لما نزل عمل قلق كبير في دفاعات بيراميدز، وقفشه من نوع اللعيبه اللي تمريراته تحل لك مشكله. يعني شفنا التمريره البينيه اللي عملها لامام عاشور وسط زحمه لعيبه وصلوا ليه ان هو يبقى وشه في وش احمد الشناوي، ولكن امام عاشور بيسددها وبيصدها احمد الشناوي. ولاعب زي قفشه ده نزلته في الدقيقه 70، ولكن كان عايز مساحه اكبر. يعني لو نزلته من بدايه الشوط الثاني كان هيشكل خطوره اكتر على مرمى بيراميدز، وكان الاهلي هيشكل وهيوصل اكتر على مرمى بيراميدز، واحتمال كان يسجل هدف ثالث ورابع قبل نهايه اللقاء. اظن بعد ماتش النهارده والسكواد اللي شفناه واللعيبه اللي بتلعب في غير مركزها، اداره الاهلي مش محتاجه اثبات اكتر من كده ان الفريق لسه محتاج صفقات. اي نعم انت جبت مصطفى العش مدافع، جبت جراديشار مهاجم يبقى مع وسام ابو علي، ولكن لسه في مراكز كتير محتاجه تدعيم. يعني عندك على مستوى الاجنحه ما عندكش دلوقتي غير حسين الشحات، ان ده الوحيد اللي فايق في الاهلي وده الوحيد اللي ده مركزه الطبيعي. انت محتاج جناحين على الاقل مميزين يقدروا يسندوا مع الاهلي ويشيلوا الاهلي في الحته دي، وواحد على واحد يعدوا ويعملوا خطوره قدام الفرق اللي قصاد. خصوصا ان في الكرة الحديثة الاجنحة هي اهم عناصر الخطة الهجومية، اهم حتى من المهاجم السريع. كمان انت محتاج لاعب برقم 8 في نص الملعب، خصوصا مع الاخبار اللي بتقول ان اكرم توفيق مضى خلاص مع الشمال القطري، وحتى لو ما مضاش فالاداء اللي بيقدمه مع الاهلي دلوقتي اداء باهت جدا. فانت محتاج لاعب رقم 8 في ظل ان اكرم توفيق هيسيبك ويمشي، كمان في ظل ان السولية لو كمل معاك الموسم ده مش هيكمل معاك الموسم اللي جاي، فانت محتاج لاعب 8 باقصى سرعة ممكن. اما على مستوى بقى الصفقات الجديده اللي شاركت النهارده، فاشوف ان مصطفى العش برغم ان هو شارك في مركز غير مركزه ادى اللي عليه وعمل اللي عليه. اما جراديشار اللي ناس كتير بقى بدات تهلل وتقول لك ده تالق وسجل هدف وتسبب في ضربه جزاء، اي نعم هو ادى كويس، ولكن لسه بدري عشان نحكم عليه. يعني لسه ما تقدرش تحكم على لعيب من 45 دقيقه، احنا ما شفناهوش في كل التفاصيل، ما شفناهوش لما بيلعب قدام فرقه متكتله بيبقى عامل ازاي، ما شفناهوش لما بيلعب قدام فرقه فاتحه خطوطها وفي مساحات بيبقى اداؤه عامل ازاي، ما شفناهوش بقى في الكرات العاليه وفي اختبارات كتير جدا محتاج يعدي بيها عشان نقدر نحكم عليه ونقول ان المهاجم ده فعلا هيبقى مهاجم يشيل الاهلي مع وسام ابو علي ولا هيبقى موديست جديد. وعلى مستوى الاداء التحكيمي انا شايف جدل كبير في السوشيال ميديا على الاداء التحكيمي وغضب من حكم اللقاء. انا اشوف ان الحكم كان مميز النهارده وقدر يخرج باللقاء لبر الامان، يمكن بس بختلف معاه في تفصيله واحده وهي طرد احمد توفيق لاعب بيراميدز. يعني انا بشوف ان مش كل كوع يبقى كارت احمر، يعني مش لازم نقلد دوريات اوروبا تقليد اعمى. يعني اشوف ان الكوره مفيش كوع صريح من احمد توفيق ضد لاعب الاهلي، كمان مفيش تعمد، يعني يمكن هو بس بيحجز على الكوره فايديه خبطت في لاعب الاهلي، ولكن هو ده تقدير حكم اللقاء وكمان تقدير لجنه الفار. يعني طالما بعتوا له يبقى هم شايفين انها تستاهل كارت احمر، قالوا له تعالى بص، فهو راح معاهم في تقديرهم ان هي كارت احمر، ولكن هي تقديرات. ولكن نيجي بقى على ضربات الجزاء، ضربة جزاء بيراميدز ضربة جزاء صحيحة، كمان ضربة جزاء الاهلي ضربة جزاء صحيحة. فمش عايزين بقى نركز مع التحكيم اكتر من كده، عايزين نركز ان احنا نرتقي ان شاء الله بالدوري بتاعنا ويرجع الدوري بتاعنا يبقى رائد في المنطقة العربية والافريقية. وبكده ان شاء الله حلقتنا تبقى خلصت، اتمنى تكون عجبتكم، اشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.